انا عايز افهم دلوقتي ايه اللي حصل في جمصة. انا عارف انا هرجع لأهلي 3 دقايق بالظبط. يا اخوانا بقى مش ناقصين لخبطه والله العظيم، يعني احترموا اللحظه. اهلا. مسلسل الصفارة الغني عن التعريف اللي نزل رمضان ده ولسه خلصان امبارح من وقت تصوير الفيديو ده، تمثيل احمد امين وطه دسوقي وآية سماحة، ومن اخراج علاء اسماعيل. مسلسل مختلف شوية او مختلف عن الحاجات اللي بتيجي في رمضان، اللي هي بتبقى عبارة عن خيانة، او مثلا واحد ابنه تايه بقاله 19 سنة وبيحاول يدور عليه لغاية اما هيكتشف ان هو معاه في ديله طول السنين اللي فاتت دي كلها مثلا. لا، المسلسل مختلف تماما، قصة مختلفة. الموضوع كله على ان احمد امين او شفيق في المسلسل كان بيدور على الصفارة بتاعت توت عنخ امون اللي الكهنة عملها له علشان خاطر لما يجي يسافر يرجع في الزمن لمدة 3 دقايق، ومن الوقت ده المفروض ان هو يغير حاجة علشان خاطر في المستقبل تبقى بالشكل اللي هو عايزه. المسلسل ده اصلا من البداية كده فهو باين ان هو مختلف، مش بيتعمل منه كتير اذا كان جوه رمضان او بره رمضان. حتى الشكل بتاع الزمن واللي بيتغير، فبيغير حاجة في المستقبل، فالشخصية دي بتتغير على حسب الحاجة اللي حصلت في الماضي. دي حاجة جميلة جدا. ممكن تكون اتهرست بره كتير، بس احنا هنا ما بتتعملش. اغلبية الحاجات اللي بتتعمل هنا يا اما هيافات يا اما كليشيهات، مفيش حاجة بتتعمل جديدة زي مسلسل الصفار. عشان كده انا كنت متحمس جدا للمسلسل ده من قبل حتى رمضان. لما سمعت حتى عن المسلسل اكتشفت ان هو هيعمل حاجة كبيرة، وبالذات ان احمد امين هو البطل بتاع المسلسل. وفعلا المسلسل ما خيبش توقعاتي. بعد ال 15 حلقة لما شفتهم كاملين، وبعد المفاجأة اللي حصلت في الاخر ان احتمال يبقى فيه جزء تاني، الله اعلم، وفعلا ساعتها بقى هنعرف ايه اللي حصل في جمصة، الحاجة اللي مخليها مصر كلها عايزة تعرفها ايه اللي حصل في جمصة. وفعلا زي ما قلت المسلسل كوميدي وخفيف، بس انت هتطلع في الاخر خالص بعبرة في النهاية. هتكتشف ان المسلسل قاعد بيرتب الاحداث كوميدية كتير جدا، وهو اساسا عبارة عن حاجة خيالية شوية، بس عاوز يوصلك لهدف معين، هدف انت تشوفه علشان تكون راضي، علشان خاطر تبقى فاهم ان الحياة دي كلها ما ينفعش تغيرها ولا تشكلها على مزاجك. زي ما قلنا المسلسل كوميدي، بس مش معنى كده ان هو مسلسل هايف. المسلسل فيه احداث دراميه على فكره كتير. كفايه المشهد اللي حصل في اخر حلقه وهو بيتكلم مع امه في التليفون في الحمام. المشهد ده اساسا لوحده عظيم جدا، اذا كان بقى من الممثله الكبيره انعام سالوسة او من احمد امين الممثل اللي بيحاول دلوقتي يبني لنفسه اسم. وبصراحه انا متفائل بيه جدا، مفيش حاجه عملها خيشت بصراحه. وطبعا الراجل العظيم اللي كان بيحط التاتش بتاع الاب المصري في المسلسل، وهو الممثل العظيم والقدير احمد البزاوي، اللي كان كل لما بيجي يطلع في مشهد في المسلسل كنت بتبقى ضامن ان في حاجة هتحصل هتاخد منها دلوقتي حاجة تستفاد بيها في حياتك، حاجة تبقى فعلا متأكد ان هي صح. وما تخلنوش ننسى وجيه وجوج. طه دسوقي اثبت في المسلسل ده ان هو فعلا ينفع يبقى كوميديان عظيم جدا وممثل بيعرف يعمل كوميدي حلو. وكمان المشاهد اللي طالع فيها كدراما عظيمة جدا وشكلها حلو، انت متقبل كل المشاعر والتعبير اللي جاية من وش طه. ممثل جميل جدا جدا بدون مبالغة. نيجي هنا بقى لشيرين. آية سماحة بصراحة انا ما كنتش حاسس ان هي بتغير من شخصيتها. كل الشخصيات اللي هي كانت بتعملها تقريبا هي انا ما حسيتش منها في ان هي بتغير. جايز تقريبا الشخصية الوحيدة اللي حسيت منها تغيير لما هي تخنت، او لما احمد امين قرر ان هو المفروض هيتجوزها وهيكمل حياته معاه. لما هي تخنت دي تقريبا الشخصية الوحيدة اللي انا حسيت ان هي بتغير من تمثيلها شوية، اللي هو الكئيبة النكدية كده. بس
كل الشخصيات التانية انا ما حسيتش منها بتغيير، مع ان انا عارف ان هي ممثلة كويسة، بس انا ما حسيتش بده في المسلسل على مدار المسلسل كله تقريبا، ما عدا الحلقة بتاعت اما المفروض ان هي تخنت. احمد امين اللي بيأكد ان هو ممثل عظيم جدا 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 بالمسلسل اللي اتعمل ده. تمثيله هايل، حتى الافكار بتاعته وشكله وهو بيتغير، شكل تصرفاته، تعبير وشه وهو بيتعامل مع كل شخصية على انها شخصية جديدة تماما، بيخش في الشخصية. احمد امين عامل زي الحرباية، بيتلون على حسب لون الشخصية اللي المفروض يمثلها. عشان كده انا بعز احمد امين جدا جدا. انا اساسا حبيته من حاجات قديمة كتير من اللي هو كان عملها، بس ما وراء الطبيعة هي اللي كانت لطشت في دماغي، علشان حسيت ان هو غير جامد جدا من جلده. كان بيعمل حاجات كوميدي كتير جدا، بس ما وراء الطبيعة هو كان التغيير الحقيقي. في المجمل هو مسلسل كويس جدا، تقدر تتفرج على المسلسل ده لو انت عاوز تاخد حاجة سريعة. 15 حلقة، كل حلقة يعتبر نص ساعة، ما تزيدش كمان عن النص ساعة، فالمسلسل يستاهل الفرجة. انا مش هقيم المسلسل، انا هشوف رأيكم انتوا عن المسلسل في الكومنتس. سلام.